ابويا فضحني وخرب بيتي، والسبب كانت سمكة مشوية. النهاردة هحكي لكم قصة من اغرب القصص اللي حكت لي من الريف المصري على لسان صاحبتها هناء. هحكيها بنفس لهجتها، اعذروني على الدوشة، احنا بنحكي من نفس بلد هناء. ازيكم؟ اني هناء، عندي 26 سنة، من عزبة صغيرة في ريف مصر. انا متجوزة ومعايا بنتي 5 سنين. من وانا في بطن امي قالوا ان لو جت بنت هبقى من نصيب احمد ابن عمي، ولو جت ولد هبقى من نصيب مرفت بنت عمي. احنا العزبة بتاعتنا كلها ولاد عم في ولاد عم، وكلنا عارفين بعض. في بلدنا البنت بتطلع من تالتة اعدادي، اخرنا تالتة اعدادي نتعلم القراية والكتابة والحساب، وكان الله بالسر عليه. بس في شوية بنات بيوصلوا للدبلوم او بيروحوا الكلية على حسب ما خطيبها يقول. احمد خطيبي كان متعلم ومتنور ومعاه بكالوريوس تجارة قد الدنيا. قال لابويا واشترط عليه اني لازم اخد على الاقل الدبلوم. من وانا صغيرة كنت كل ما امشي في البلد ويعرفوا ان انا بنت عصام يتقال لي ايوه ده ابو كده بخيل قوي. بس انا عمري ما شفت ده. احنا كنا 4 صبيان وانا البنت الوحيدة. ابويا كان حنين وطيب، وكان بيجيب لنا حاجات ما كانتش بتيجي ابدا في البلد عندنا. كل حاجة كانت عندنا في البيت ما كنتش بلاقيها برا البلد. نجيب لنا احسن اكل واحسن شرب واحسن لبس، والشوكولاتات الغالية اللي ما كانش حد يعرف عنها حاجة في بلدنا. والدنيا كانت تمام. ورحت المدرسة وكبرت ودخلت المدرسة ودخلت الدبلوم. الدبلوم كان في بلد جنبينا، كان في البندر. كنت اروح انا وصحابي، واحمد كان ياخدنا يوصلنا ويرجعنا تاني، عشان هو كمان كان بيروح يشتغل في محل في البندر. والدنيا كانت تمام. كل الناس تقول لي عصام ده بخيل، ده جلده عايشه معاه ازاي؟ وانا اقول ابدا، ده ابويا ما فيش في حنيته. وفعلا خلصت الدبلون واتجوزت احمد. احمد كان مسافر بره بيشتغل في الخليج، بيجي لي سنه، بيجي لي كل سنه 3 شهور. وانا اتجوزت في بيت عمي، في بيت عيله، واخويا اتجوز بنت عمي في ليله واحده. كان فرحنا مع بعض، وكانت الحياة حلوة وجميلة، وابويا جاب لي جهاز ما حد جابه في البلد، والدنيا كانت تمام. بس من ساعة ما اتجوزت وابويا حاله اتبدل، لا بقى بيجيب لي حاجات ولا بقى بيعبرني، ويجي هو وامي يطل عليا ويمشوا. حتى ما كانش بيجي لي كل اسبوع زي اي واحد، رغم ان عمي كان يجيب شيء وشويات لمرفت ويدهم لها في الدار عند ابويا، وانا ابويا يجي لي يد ورا وجيد قدام. كنت اقول الله، هو ابويا بقى كده ليه؟ ده ما كانش حارمني من حاجه وانا عنده في الدار. بس كنت اقول مش مهم، انا في عصمه راجل، وعمي ومرات عمي صراحه كانوا احن عليا من اهلي، وشايفين خاطري واخدين بالهم مني، والدنيا كانت تمام. ففي يوم لقيت امي بتخبط عليا. احنا البيوت جار بعضيها يعني، انا وامي بننادي على بعض من البلكونه. لقيتها بتنادي عليها وبتقول لي ابوكي جاب سمك وانتي ايه جبتلك مناب. انا بحب قوي السمك الكبير. عمي كان بيجيب سمك اشكال والوان، بس عمره ما كان بيجيب سمك كبير. كان كل السمك اللي بيجيبه السمك الخنيني الصغير. ابويا كان بيجيب السمك الكبير، وانا كنت متعودة على اكله عنده. فلقيت امي بتقولي ابوكي جاب سمك وعمل حساب، كان بيجيب لكل واحد واحدة نص كيلو. المهم خدت من امي السمكة وشوية الرز، وقعدت انا وبنتي ناكلهم سوا. سمكة حلوة قوي بالنسبة لنا وبنتي. وكلت السمكة واتبسطت، وقلت لعمي ان انا مش هاكل عنده النهاردة علشان خاطر ابويا بعت لي اكلي. وكنت فرحانة وطايرة ورجبت طايلة السما ان ابويا بعت لي اكلي. برضو الواحدة مننا بتحب تترسم قدام اهل جوزها حتى لو كانوا بيجيبوا لها نجمة من السما. وبعد ما اكلت الدنيا كانت حلوة مفيش حاجة. ما كنتش اعرف ان الدنيا هتتطربق بسبب السمكة المشوية دي. لقيت عمي اخر الليل جاي لي هو ومرات عمي، وعمي وشه احمر وشكله متضايق. مالك يا عمي؟ فيك ايه يابا؟ قال لي يا بنتي ما تبقيش تاخدي حاجه من امك مره تانية. ليه يا عمي؟ ده ابويا اللي جايب لي وده حاجه عاديه. قال لي يا بنتي حصل مشكله كبيره. ايه المشكله؟ اتابي ابويا ما كانش جايب لي سمك. ابويا كان جايب السمك بعدد اخواتي وبعدد امي، وكالعادة قال لك اهي غرت في 60 داهية في عصمة راجل هو يصرف عليه.
من ساعة ما اتجوزت وهو بيقول البوجين دول، بيقولهم لأمي، وأمي ما بتقوليش عشان خاطر نفسيتي ما تزعلش. أتاري بيجيب الحاجة على قده هو وعياله ومراتات عياله، ما بيعملش حسابي، ويقول اتشالت من على قلبي. تجي أمي تجيب الأكل وتبعت لي من نايبها، وتقول إن أبويا اللي جايبهولي عشان تخلي صورته حلوة قدامي وقدام أهل جوزي. اليوم ده جم ياكلوا، أبويا قال لأمي فين السمكة بتاعتك يا اعتماد؟ قالت له أنا كلته. قال لها كلتيها ازاي يا اعتماد وما حدش فينا داق الأكل؟ ده أنا لسه جايبها يا اعتماد. وديت السمكة فين؟ امي قالت له بعتها لبنتي، انا ما اقدرش اكل وبنتي بتحب ده ومحرومه منه ببيت جوزها وما بعتلهاش، ولازم من فتره للتانيه ابعت لها حاجه علشان اهل جوزها ما يجوش في يوم يعايروها ويقولوا لها يلا يلي ابوكي رماكي وما بيجيبلكيش خطف ابره وشكلك وحش عندنا في العيله. ابويا عمل معاها مشكله كبيره واتخانق معاها قدام اخواتي وقدام مراتاتهم وعرني، وراح لعمي اتصل بيه، قال له اتصل بجوزي واتصل بعمي. قال لعمي تعالى لي على القهوه دلوقتي حالا. عمي راح له قال له في ايه؟ قال له انا مش هعطيك البت عشان اصرف عليها. عمي قال له اعطيني بنتك اصرف عليها؟ بتصرف عليها ايه يا اخويا؟ بنتك من يوم ما دخلت دارنا وانا اللي بكسيها وبجيب لها وبوكلها وشربها هي وبنتها. قال له لا، انا كل شويه مراتي تسرق مني وتروح تدي للبيت، بقول لك ايه انا جوزتها ونزحت من على عينيا ومنزحت من على دماغي، ما عدتش خلاص هجيب لها حاجه، هي مسؤوليتكم، انتوا ارتضيتوا تاخدوها يبقى تاخدوها بشنطه هدومها، مش كفايه ان انا جهزتها؟ لكن ده ما ينفعش. واتصل بجوزي من حي ما قال له وقال له انت مش عارف تصرف عليها، انت مسافر بره وسايبها انا اللي بوكلها لك، كل ده علشان امي ادتني سمكه مشويه. ومن حي ما قال وعم جه وقال لي وكان شايط، وابويا كان موصلها للطلاق، يقول له ايه طالما انت مش هتصرف عليها يبقى خلاص انا اخدها عندي في داري اصرف عليها، طالما كده بودلها وكده بودلها. بتودلي ايه يابا الله يسامحك؟ ده هي سمكه مشويه، يا ريتني ما كنت كلتها يا اخويا حتى ما كفتني انا والبيت. ومن يومها صارت قطيعه بيني وبين ابويا، ولا عايزاه يجيب لي ولا عايزه اخد منه حاجه ولا باخد منهم حاجه، ولا هو اصلا بقى بيجي يسال عليا مع امي ولا يطل عليا ولا بيكلمني. ليه وليه مديت ايدي وخدت السمكه من امي؟ والله يابا انا لو كنت اعرف انا ما كنت خدته، ضم اللي قالت لي انك عامل حسابي. بس خلاص اتفضحت في البلد وبقيت الناس تحكي وتضحك عليا وتقول شوف الراجل النتن اللي كان هيخرب بيت بيته علشان كلت من عنده سمكة مشوية. والله من يومها ما شربت عند ابوي مية ولا رحت له ولا دخلت له دار، امي واخواتي اللي كانوا بيجوا يطلوا عليا. وبكده يا اصحابنا خلصت قصتنا النهارده. دي كانت اول قصة معانا في القصص الاجتماعية او نوادر الريف المصري. ايه رأيكم في تصرف الاب؟ انا عن نفسي شايفة ان الاب ده بخيل جدا.